مرحبا بنات، شلونكم؟ يا رب تكونون بخير. رجعت لكم بفيديو جديد. اليوم راح نسوي وياكم هذه الميدالية على شكل فراولة. هي لها هواي استعمالات، مو بس ميدالية. بس قبل لا نبدي نشوفكم الادوات اللي نحتاجها، طريقة العمل. اذا انتم اول مرة تشوفون الفيديو اشتركوا بقناتي وفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل جديد. واذا انتم من متابعيني فاهلا وسهلا بكم. اذا عجبكم الفيديو لا تنسون تسووا لي لايك، ويلا نشوفكم الادوات اللي نحتاجها. حنحتاج لون خيط، لان عندنا جزئين احنا بيها، جزء هذا وجزء جسم الفراولة. الالوان حسب ذوقك انتي، وكذلك الخيط حسب اختيارك، تردين صوف، تردين قطن، تردين كريستال. اني بصراحة هالايام كلش حابة اشتغل بالكريستال، كلش حلو. ونحتاج سنارة يكون مقاسها مناسب للخيط. اني راح استخدم مقاس 3 ومقص وعلامة نحدد بيها. ونحتاج هذه القطعة اللي نعلق بيها الميدالية. ويلا نشوفكم الطريقة. اول شي حنبدي نسوي هذا الجزء الاخضر. هسه نشوفكم شلون نسوي. نبدي بسم الله الرحمن الرحيم، نسوي عقدة بداية، ونرتفع 6 سلاسل. 1 2 3 4 5 6. ونجي على أول سلسلة ونقفل بمنزلقة. كونا دائرة. هسه داخل هذه الدائرة احنا حيكون شغلنا. أول شي نرتفع 3 سلاسل، وبعدين نشتغل عمود داخل هذه الدائرة. هسه صار عندنا عمودين. بس أقرب لكم الكاميرا. وراها نشتغل سلسلة. هسه بنات انتبهوا وياي، حنشتغل العمودين بس بطريقة مختلفة. اسمها طريقة الكلاستر. شلون؟ نلف الخيط على السنارة كأنما دا نشتغل عمود عادي. نسحب من حلقتين بس، ونرجع نلف الخيط مرة ثانية وداخل الدائرة كأنما دا نشتغل عمود، ونسحب حلقتين بس، تبقى عندنا 3 نطلع منهم سوية. وهاي طريقة الكلاستر. ونكرر سلسلة، عمودين بطريقة الكلاستر، ندخل نسحب حلقتين ونلف خيط مرة ثانية، يصير عندنا 4 حلقات. نسحب حلقتين بس، تبقى عندنا 3 نطلع من 3 سوية، وراها سلسلة. نكرر بنات هذه العملية 12 مرة إلى أن تتكون عندنا 12 مجموعة مكونة من عمودين على شكل الكلاستر بيناتهم سلسلة، حتى نكون دائرة مثل هاي. واضح بنات؟ نكرر سلسلة وراها عمودين طريقة الكلاستر. نسحب حلقتين بس، تبقى عندنا حلقتين. نلف الخيط مرة ثانية وندخل، تصير عندنا 4 حلقات. نطلع من حلقتين بس، تبقى عندنا 3 نطلع من عندهم 3 وسلسلة. واضح بنات؟ نكرر. قلنا تصير عندنا 12 مجموعة. آخر شي بنات، آخر الدور حيبقى عندنا آخر مجموعة. لا مباشرة تجون تقفلون بثالث سلسلة ويعني نقفل الدور هاي، لا، قبل آخر مجموعة نسوي سلسلة، يلا نقفل بثالث سلسلة من سلاسل الارتفاع. وهسه راح نسوي الجسم، جسم الفراولة. نجيب اللون الثاني ونسوي عقدة بداية. وراها نطلع الخيط من السنارة
ونجي للدائرة مالتنا. نشوف بنات احنا مو سوينا سلسلة بين كل مجموعة، احنا بهاي السلسلة حنشتغل بالفراغ مالتها. هذا الفراغ نفوت السنارة مالتنا، شوفوا بنات، بالفراغ، ونسحب اللون الجديد. نرتفع 3 سلاسل، 1 2 3، ونلف الخيط نشتغل بنفس المكان عمود ثاني. صاروا عندنا عمودين. السلاسل الارتفاع نعتبرها أول عمود، ونكرر بنفس المكان نشتغل العمود الثالث. وهاي يسموها غرزة الجراني بنات، أعتقد معروفة، وأنا سويتها بمقطع مربع الجراني، هي نفسها. بعدها نلف الخيط على السنارة. ما نسوي سلسلة بنات، ننتقل مباشرة للفراغ اللي بعده، اللي هو بسبب السلسلة اللي سويناها، ونشتغل 3 أعمدة. هذا عمود، الثاني، هذا الثالث. نروح مباشرة على الفراغ اللي بعده ونشتغل بيه 3 أعمدة. وإذا بنات ما واضح عندكم طريقة العمود، تقدرون ترجعون الفيديو مالته موجود بالقناة، رجعوا شوفوا طريقته. أنا مسويته على البطيء، بس أنا لأن دا أشتغل لكم قطعة فما له داعي إنه أنا أعيد الدرس. أنا نشرت دروس الأساسيات كلهن، ما يحتاج أعيدهن. مباشرة ننتقل للفراغ. نكرر بنات نهاية الدائرة كلها، تصير عندنا 12 مجموعة. نكملها ونرجع لكم. وصلنا لنهاية الدور، كونا 12 مجموعة، نحسبهم: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بعد نقفل الدور بمنزلقة بثالث سلسلة من سلاسل الارتفاع. وهسه ننتقل للدور الثاني. الدور الثاني بنات لازم شغلنا يكون على هذه الفراغات اللي بين المجموعات. شلون ننتقل للفراغ؟ نشتغل منزلقة على أي عمود يقابلنا. هاي المنزلقة الأولى، وهاي المنزلقة الثانية، والمنزلقة الثالثة تكون داخل هذا الفراغ. ندخل نسحب، هسه صرنا فوق الفراغ. نرتفع 3 سلاسل، ونكرر نفس اللي اشتغلناه بالدور الأول، إنه احنا نشتغل 3 أعمدة. بنات بس أول مجموعة نشتغل 3 سلاسل وياها عمودين، لأن ال3 سلاسل نحسبهن عمود. بعدها بكل مجموعة نشتغل 3 أعمدة عادي. هاي المجموعة الأولى خلصناها، ننتقل للمجموعة الثانية ونشتغل بيها 3 أعمدة. نشتغل بنات 5 مجموعات بنفس الطريقة، 3 أعمدة. بكل فراغ يصادفنا اللي هو يصير هاي الفراغ يصير بين المجموعات. بنات هذا كلش واضح. نشتغل 5 مجموعات، وهاي خلصنا 5 مجموعات، 1 2 3 4 5. هسه شو نسوي؟ هسه نجيب العلامة بالفراغ السادس اللي هو هذا، نخلي العلامة. هذا الفراغ السادس خلينا بعلامة. هسه شو نسوي؟ ننتقل مباشرة للفراغ السابع اللي بعلامة ما نشتغل بيه، باللي بعده نشتغل.
نشتغل نفس اللي اشتغلناه ثلاث أعمدة، 1 2 3. ونشتغل بنات هم 5 مجموعات. احنا ايش قلنا؟ قلنا عندنا 12 مجموعة، اشتغلنا على 5 والسادس حددناه ما نشتغل بيه، بعدها نكمل نشتغل 5 مجموعات، وبالسادس هم نحدده ما نشتغل بيه. السادس حيكون آخر فراغ اللي هو هذا بداية الدور الثاني، وهذا الفراغ. حنكمله ونرجع لكم. وهسه وصلنا للنهاية، هذا الفراغ الأخير اشتغلنا 5 مجموعات. الفراغ الأخير هم قلنا نحدده ما نشتغل بيه. تصير مقابل هذا الفراغ بنات، تصير هذا شكلها. ننتقل مباشرة للثلاث أعمدة ونقفل بمنزلقة، ويكون خلصنا الدور الثاني. ننتقل للدور الثالث نفس الطريقة، ننتقل بمنزلقات إلى أن نوصل للفراغ، وهم نرتفع 3 سلاسل. أنا أحاول أختصر لكم بنات حتى الفيديو لا يصير طويل، بس دائما يصير غصبا علي طويل، لأن تعرفون هذا يراد له شرح وخطوات، فانتوا لا تملون. طبعا اللي تحب تتعلم أكيد ما تمل، بس يعني اللي تشوف هذا الشي ممل عادي، ما مجبورة تتابع. نكرر كذلك 3 أعمدة بنفس المكان بالفراغ إلى أن نوصل للعلامة. نشوفكم شو نسوي. خلصنا ووصلنا للفراغ اللي بيه علامة، نتجاهله ما لنا علاقة بيه، نلف الخيط على السنارة ومباشرة نروح على الفراغ اللي بعده اللي هو هذا، ونكرر نشتغل نفس اللي اشتغلناه 3 أعمدة. إلى أن نوصل للفراغ الثاني العلامة الثانية. ووصلنا للعلامة الثانية وخلاص عندنا الدور، نروح مباشرة على سلاسل الارتفاع ونقفل الدور بمنزلق، وصارت عندنا بهذا الشكل. بنات نكرر هذه الطريقة، من يصادفنا الفراغ اللي بيه علامة هذا ما نشتغل بيه، نتجاهله ونروح مباشرة على الفراغ اللي بعده نشتغل 3 أعمدة. وإذا وصلنا مثل هاي نهاية الدور نروح مباشرة على سلاسل الارتفاع ونقفل. وبهالطريقة هذا راح تقل عندنا الفراغات اللي هاي راح تقل، وراح تصغر عندنا وراح تلتم وتصير عندنا بهالشكل هذا. أنا راح أكمل لكم وأرجع لكم. وهسه وصلت الآخر دور بنات، كررت نفس اللي اشتغلته على أي فراغ يقابلني أشتغل بيه 3 أعمدة، بس الفراغ اللي بيه علامة هذا أتجاهله وما أشتغل بيه. وهسه قفلت الدور، وهسه راح أسوي الدور الأخير، وهو بقالي بس فراغين، هذا الفراغ وفراغ مقابله، هذا المنا ومنا ما نشتغل بيه. نفس الشي أكرر، أسوي منزلقة إلى أن أوصل للفراغ، وأسوي منزلقة بنفس الفراغ وأرتفع 3 سلاسل وأعتبرهن أول عمود وأشتغل وياهن عمودين، هذا الأول وهذا الثاني، وأروح مباشرة الفراغ المقابله وهم أشتغل بيه 3 أعمدة. الفراغين اللي بيهن علامة أبدا ما نجي يمهن، هي هذا اللي يحدد لنا شكل الفراولة. وخلصنا. هسه شو نسوي؟
نجي على أول مجموعة سويناها، بثالث سلسلة من سلاسل الارتفاع ونقفل بمنزلقة، نسحب سلسلة للتأمين ونقص الخيط، نكون خلصنا. وهذا الشكل النهائي. هسه نشيل العلامات بعد ما نحتاجهن. صارت عندنا بهالشكل هذا. بعدين هذا الخيط نخفيه. هسه اشوفكم شلون نخفي بإبرة التنظيف، واللي ما عندها عادي تصير بسنارة ناعمة. نجي ندخل بنات بين الغرز الأخيرة اللي سويناها، نحاول نقفل الجهتين. قفلناها وربطناها، صارت عندنا هسه قوية. الخيط الزايد نقصه، وهسه كملت ويانا. هسه نسوي لها هاي اللي نعلقها بيه. حنحتاج هذه الحلقة، موجودة بنات، تنباع إذا أنتم ببغداد بالشارجة، كلش رخيصة. ونرجع نفس اللون اللي سوينا بيه هذه القطعة، نسوي عقدة بداية، بعدين نجيب القطعة بنات هنا ندخل ونسحب اللون، نقفل بمنزلقة، نتأكد انه صار متين. هسه نرتفع 8 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8. بعدين نخلي مسافة من الخيط ونقصه ونسحب السنارة. بعدين نجيب هذه مالت المفتاح، ندخل الخيط بيها، بعدين نجي للمقابل. احنا وين ربطنا الخيط من هنا، نجي هنا ونربط ونقفل بمنزلقة ونسحب الخيط، نحاول نتأكد انه هو متين. بعدين ننظف الخيوط ونرجع. وهسه كملنا بنات، صارت عندنا الميدالية بهالشكل هذا، ووصلنا نهاية الفيديو. اتمنى يا رب يكون عجبكم الفيديو وتطبقوها وتعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد وفكرة جديدة. مع السلامة.